صباح الخير او مساء الخير. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقة فطيرة سهلة جدا جدا جدا، او بيتزا بلفة جلاش. طريقة جميلة وسهلة ومبسطة، ولا هنحتاج عجن ولا خبز ولا اي حاجة. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مقرمشة جدا جدا من بره وطرية ومورقة كده من جوه. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا. مكونات سهلة وبسيطة جدا، بس لو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي أنا اسمي أميرة المسلماني. يلا بينا نشوف المكونات. المكونات بتاعتنا نص كيلو من الجلاش 500 جرام، شوية من الزيتون، شوية من البيبروني أو أي نوع انتي تفضليه، شوية من الزبدة، طماطمايه، حبة فلفل رومي، ولو بتحبي الحاجة بتبقى سبايسي ممكن واحدة حبة فلفل سبايسي. طبعا هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا ما حددتش بيبروني او لانشون او باسترما او صدوق او اي نوع تفضلوه. طبعا النوع اللي انتي تفضليه والكمية اللي انتي تفضليها. لو انا حطيت دول اقل من 250 جرام. جبت طبعا الفلفله دي بشيل منها البذور بتاعتها عشان ما تبقاش حاميه قوي، وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقه مبسطه جدا وطريقه سهله اي حد يعني. طبعا انا عارفه ان كلنا بنعرف نعمل الجلاش، بس دي طريقه سهله جدا جدا، مش بتاخد اي وقت، تنفع في غدا او في عشاء. يعني مش بتاخد معاكي وقت خالص، حاجة سريعة كده وسهلة. عايزة تحطي طماطم اكتر، بس انا بفضل يعني بحط فيها حبة طماطم واحدة. قطعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت برضو حبة بصل قطعتها برضو سلايس كده او جوانح. عايزة تقطعيها مكعبات صغيرة مفيش مشكلة، انا بفككها كده من بعضها، بتبقى ايه مقطعة جوليان. جبت صينية، اي صينية موجودة عندك، طويلة او مربعة. لو انتي حابة برضو تعمليها في صينية طويلة مفيش مشكلة، بس انا قلت ايه اعملها في الصينية المدورة دي. جبت الصينية بتاعت الفرن كده ودهنتها ايه بمادة دهنية. انا دهنتها بزبدة. طبعا انا المادة الدهنية بتاعتي انا جبت شوية زيت وحطيت عليهم معلقتين سمنة بلدي او معلقتين زبدة على حسب الرغبة بتاعتك، بس انا بحب اما احط شوية زيت مع الزبدة بحس ان هي بتبقى مرقة اكتر او بتبقى مقرمشة اكتر كمان. طبعا نجيب الجلاش نفرده ايه زي ما انتوا شايفينه كده، نحط نصه في الصينية والنص التاني ايه بيبقى بره الصينية اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا جبت الجلاش صراحة ما كانش حلو خالص، كنت جايباه، انا دايما بحب اجيب الجلاش نوع معين كده بستعمله بيبقى كويس جدا جدا معايا. جربت بتاع مخبز كده فجبت منه، صراحة كان سيء وبيتقطع مني تقريبا، كان بقاله فترة او كده، ما كانش الصراحة ما كانش حلو خالص، لانه زي ما انتوا شايفين الاطراف بتاعته بتتقطع، كله بيتقطع مني. فانا ما قلت برضو كنت اعمله حاجة تانية، وما لقيته كده بالطروف بتاعته مقطعه، الصراحة نوعه ما عجبنيش، فقلت اعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. رصيت كده البصل والفلفل والطماطم زي ما انتوا شايفين، وهنجيب كمان ايه، نجيب بقى الزيتون. عايزة تحطي زيتون اسود، عايزة تحطي زيتون اخضر، اللي انتي بتفضليه حطيه، انا بفضل الزيتون الاسود. حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعم الزيتون الاسود بيبقى طعمه حلو جدا اهو. رصيته برضو بالشكل الحلو ده، هي شكلها بالظبط شبه البيتزا. طبعا انا حطيت الجبنة الشيدر، وهبدأ بقى ايه ان انا ارجع الجلاش تاني، هندهن برضو ايه
الجلاش برضو بين كل طبقة وطبقة كده ايه نديها دهنة كده بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ببدأ ايه واحدة واحدة كده برضو عشان ما يتقطعش ايه معانا الجلاش. بسم الله. برجع بقى الايه يعني الجلاش زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة بين يعني ايه كل طبقة وطبقة كده بندهن المادة الدهنية. لما نخلص كل الطبقات بتاعتنا طبعا انا سخنت الفرن على 180 درجة مئوية علشان طبعا ايه يكون الفرن ساخن قبلها. بقيت السمنة دي كان حوالي معلقة، حطيت معلقة بصل باودر، معلقة توم باودر، معلقة صغيرة، ومعلقتين برضو صغيرين صلصة او معلقة كبيرة، ومعلقة كاتشب، وشوية ملح. نحط عليهم ايه معلقة بس زيت عشان كده تخليهم يتجانسوا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونبدأ بقى ايه ندهن البيتزا بتاعتنا او بيتزا الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. دهناها اهو، مش بتاخد وقت معانا خالص. يلا يا بنات يا امارات، لسه ما حطيتوش اللايك، انا شايفاكم. يلا اللي ما حطليش لايك يحط لي لايك، وما تنسونيش في الكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي انتوا دايما بتدعموني بيها. انا قطعتها بالشكل ده، شكل سلايس، شكل البيتزا بالظبط. علشان ايه لو ما تقطعتش وهي لسه طرية بتبقى ناشفة ومش بتعرفي تقطعيها. فانا قطعتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. جبت طبعا شوية من جبنة الموتزاريلا وجبنة الشيدر، حطيت برضو شوية كده على الوش بالظبط شبه ايه شبه البيتزا. حطينا جبنة الموتزاريلا والشيدر، ونبدأ بقى ايه ندخلها في الفرن. البيتزا قعدت في الفرن من حوالي يعني 10 دقايق او ربع ساعة. وادي البيتزا الجميلة بتاعتنا. بصوا الشكل تحفة وجميلة. بصوا اسمعوا كده القرمشة. شوفوا ناشفة من بره وطرية من جوه. نسمي بقى بالله ونقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيها بأي شكل انتي تحبيها. بسم الله. شوفوا كده الشكل جميل جدا جدا وريحتها حلوة، وريحة المخبوزات. دايما في الشتاء نحب المخبوزات والدفء الجميل بتاع الشتاء. بصي شكلها ما شاء الله وطعمها كان حلو. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة. باي.